اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده بقى معانا طاجن صبيط، نعمله النهارده بطريقة حلوة قوي، بطريقة جميلة، ومعانا كمان رز صيادية وسلطة طحينة. وصفتنا النهارده ان شاء الله تكون سهلة وتكون حاجة كده بسيطة وخفيفة وسريعة، ويا رب تعجبكم، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لقنوات كوكي. منتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبترفع من روحي المعنوية وبتشجعني على التكملة في القناة. وبرحب بالناس الجديدة اللي دخلت قناتي، شرفتوني ونورتوني. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف طريقتنا النهاردة كانت عاملة ازاي. معانا هنا كده صبيط متقطع شرايح، اي كمية، يعني اي كمية انت عايزاها. انا بعملها بطريقة النهاردة مختلفة شوية علشان خاطر تبقى حلوة بصراحة. بصراحة طريقة أكلتها في مطعم مشهور في مرسى مطروح، فكانت جميلة جدا، عجبتني. فجيت البيت وعملت زيها وجربتها، وبصراحة عجبت الولاد جدا. معانا بقى طماطميتين متقطعين كده قطع صغيرة، ومعانا بصلاية متقطعة شرايح، أي تقطيع تحبيه يعني الأسهل ليكي. وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي برضو عشان تبقى سبايسي شوية. طبعا هي السبايسي دي حسب الرغبة، ممكن تحطي رومي تستغني عن الفلفل الحامي خالص. ومعلقة هنا بقى كده من الثوم والفلفل. وهنحط البهارات بقى بتاعتنا اللي بنحتاجها على السمك. طبعا بهارات السمك معروفة ايه هي. وهنجيب الليمون بتاعنا برضو نعصر عليها ليمونتين حلوين كده، والخل. طبعا السمك ليمون وخل. في بذرية وقعت، هنجري ورا البذرية دلوقتي، هنجيبها. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. لايكات كتيرة بعد اذنكم، فضلا وليس امرا، علشان الفيديو يترفع شوية. نكمل بقى عصر الليمون معانا. طبعا السمك مغسول ومتنضف وزي الفل، وانا بغسله برضو ببقى حاطاله ليمون. البهارات بتاعتنا بقى هنا كمون، ده كمون كنت محمصاه عشان كده لونه غامق شويه. وبهارات سمك وكزبره وبابريكا وفلفل اسمر وشويه ملح وتوم باودر. طبعا الملح بنحط شويه في الاول صغيرين، وبعد كده بنزود براحتنا. هي بهارات السمك اللي كانت معلقه صغيره، مليانه، يعني معلقه ونص صغيره بهارات سمك، معلقه برضو كمون صغيره، معلقه كزبره، فلفل اسمر نص معلقه، وتوم باودر. كده كده احنا حاطين بصل، فاحنا مش محتاجين بصل باودر، فاحنا حطينا توم باودر. والبابريكا طبعا. بهارات السمك عند العطار بنجيبها منه جاهزة كده، هي بيديك الخلطة كلها على بعضها، بتبقى جميلة. هننزل بقى هنا كده بالصبيط المغسول واللي متصفي اهو كده، هننزل بيه بقى كله كده. هننزل بيه بقى ونقلبه تقليبة حلوة قوي مع التتبيلة بتاعتنا. تمام. ونسيبه في التتبيلة كده ساعة، نص ساعة، يعني سيبيه وقت كافي كده. طبعا انا بعمله، طبعا لما بكون بعملها قبل الاكل كده بساعة بساعتين، واحب اسيب الحاجة تشرب من التتبيلة عشان تديكي، كل ما بتسيبيها في التتبيلة اكتر كل ما بتديكي طعم احلى كمان اكتر. طبعا انا سبتها اتبلت شوية. ومعانا بقى هنا دي كده صينية، الحلة بتاعتنا سخنة على النار، هننزل فيها بالخلطة بتاعتنا وهنديها صدمة على النار، نشوحها شوية على النار. نفردهم بس كده كويس، وبعد كده كل شوية نقلب. دي طبعا شريحة كبيرة الصبيط، فيه بتبقى قطع كده بتتقطع صوابع زي ما انتوا شايفين، وقطع تانية بتتقطع عريضة شوية. وهنديها صدمة.
بصوا هنقلب فيه كده، هنعمله وهننطقه بالحله كده زي ما بنعمل الجمبري بالظبط كده. لما بنيجي نعمل شوربه السي فود بنقعد نرفعه كده في الحله، بنقلبه في الحله. يعني عايزه تقلبي المعلقه براحتك، عايزه تعمليه كده تستسهلي زي كده وتعملي كده، انا شايفاه ان كده اسهل، بيقلب الكل برضو براحتك الاحسن ليكي. هنفضل نشوح فيه كده شويه حلوين علشان خاطر يدخل معانا شويه في السوا. هنا كده شوحناه واديته كوبايتين ميه، معلش هي الجزء دوت اتشال من الفيديو. وهنغطي عليها بقى ونسيبها تاخد غلوة حلوة كده مع نفسها. هنا كده غليت بقى معانا اهي، هناخدها بقى كده من على النار وننزل بيها في الطاجن بتاعنا. معانا هنا بقى بطاطسايه بطاطسايتين زي ما تحبي، انا بحب احط تحتيها كده بطاطسايه او بطاطسايتين، الولاد بصراحه بيحبوها فهم اللي بيشجعوني ان انا اعملها لهم تحت الطاجن، بس مش بكتر علشان تخلص على طول يعني. وهننزل عليها بقى كده بالطاجن، البطاطس محطوطه كده زي ما انتوا شايفينها، وهننزل عليها بقى بالسبيت بتاعنا، وفي كوبايتين الميه غليوا مع بعض غلوه جامده على النار، وبعد كده هنحطهم في الطاجن بتاعنا وندخلهم الفرن. هيبقى احلى طاجن سبيت ان شاء الله تعملوه. طريقته حلوه جدا، انا اكلته بره بصراحه وعملت زيه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. بصراحه كان طعمه جميل جدا وكان خفيف وسهل. انا كده بحط معلقه هنا، معلقه زيت كبيره كده برشرشها فوق الوش. طبعا هو كله مفهوش اي زيوت خالص غير معلقه الزيت اللي احنا حطيناها فوق الوش دي. يعني كمان اكله حلوه قوي للناس بتاعه الدايت اللي بتحب تعمل دايت، اكله سهله وخفيفه ليهم علشان ما فيهاش زيوت. هو اللي هيبقى فيه زيوت هنا كده بس هو الرز. هنحمر البصلايه عشان نعمل رز صياديه، حمرناها اهي متحرقتش، ده لونها بني ما تقلقوش. هنحط بقى عليها الميه، ننزل عليها بالميه بتاعتنا ونعمل الرز الصياديه بتاعنا المفلفل الجميل. معلش بسجل لكم الصوت بالنهار وفي كذا حد بقى بتاع البابيكيا معدي، انا اسفه طبعا، بعتذر عن الصوت اللي خارج من الفيديو. هنا كده الطاجن قبل ما ادخله الفرن، طبعا احنا دخلناه الفرن وخرج اهو من الفرن، وهتشوفوا معانا بقى عامل ازاي كده. ده الطاجن بعد ما خرج من الفرن نشف، طبعا الميه اللي فيه نشفت كتير عن الاول. بصوا حتى هي نزلت وقلت قد ايه. سيبناها في الفرن شويه حلوين، تقريبا ما كملش ساعه، تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع كان مستوي، لان انتي بتديله صدمه على النار، بتشوحيه على النار قبل كده. ومعانا رز الصياديه وسلطه الطحينه، وبصراحه كانت اكله سهله وخفيفه وبسيطه وسريعه وكل حاجه. بصراحه حاجه كده ما بتاخدش وقت وما بتاخدش تحمير وتقفي على النار تعملي اكل كتير، لا لا لا، كله كده زي ما بيقولوا ني في ني كده كله مع بعضه. هي بس التشويحه اللي بتبقى على النار الاول وبعد كده بتدخليها الفرن. وبألف هنا وشفا لكل اللي كان منها، ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم وكون دايما عند حسن ظنكم. وما تنسونيش في اللايك كتير ودعوة حلوة من قلوبكم، ولكم بالمثل يا رب اللهم امين. ولو جيتوا لحد هنا اكتبوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم.